اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. معانا النهارده دكتور حسام النجار. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. بما ان اكتر الاسئله اللي بتجيلنا بتكون عن مرض الروماتويد، هنخصص الحلقه دي في الكلام مع حضرتك عن مرض الروماتويد. عايزين نبسط للناس ايه هو مرض الروماتويد. الروماتيزم فرع طب، يعني زيه زي القلب، زي امراض الصدر، زي امراض الاعصاب. اي حد عنده وجع في جسمه يبقى عنده روماتيزم، وبالتالي في تخصص في الطب اسمه روماتيزم. انما الروماتويد ده مرض من ضمن 365 مرض على الاقل اللي صنفوا امراض روماتيزميه، اللي فيه جهاز المناعه بيهاجم المفاصل، وجات شهرته لانه يعتبر المثال الرئيسي لامراض المناعه الذاتيه، واللي دراسات كتيره جدا عليه والعلاجات الكتيره الجديده عليه، وهو يعتبر اللي واخدينه كبروتوتايب او كمثال قوي لامراض المناعه الذاتيه. هو ليه يا دكتور مرض الروماتويد بقى منتشر اليومين دول؟ طبعا الإجابة دي ممكن نجاوب عليها بأكتر من طريقة. أولا، بقى منتشر أكتر لأن نمط الحياة الغربي اللي أصبح منتشر في كل بلاد العالم أدى إلى تغيرات كبيرة في جهاز المناعة عند البشر، وبالتالي ظهور أمراض المناعة الذاتية ككل أكتر، وبالذات الروماتويد. كمان ما ننساش التقدم الكبير في أدوات التشخيص والبروتوكولات العلاجية والجمعيات العالمية اللي بقت متخصصة في علاج أمراض معينة بعينها، زي الجمعية الأوروبية للروماتيزم والجمعية الأمريكية للروماتيزم والجمعية الأفريقية والجمعية العربية والجمعية الآسيوية وهكذا. الجمعيات دي كلها بتطلع حاجات عشان تساعدنا في التشخيص المبكر، وتدريب كتير لدكاترة وزيادة عدد الدكاترة في هذا التخصص أدى إن احنا نقدر نلقط ونشخص هذا المرض أكتر بكتير ما كنا بنقدر قبل كده. 3، زيادة وظهور فحوصات جديدة زي تحاليل جديدة، أشعات جديدة زي الأشعة فوق تلفزيونية، الأشعة التلفزيونية أو الأشعة فوق الصوتية وأشعة الرنين، وتقدم الخبرات الإكلينيكية عند الدكاترة كتير قوي خلينا نقدر نكتشف هذا المرض أكتر من الأول. إنما الحقيقة النسب العالمية بتاعته ما تتعداش 1%، يعني من كل 100 ماشيين في الشارع واحد بيجيله. مش كتير قوي زي ما احنا فاكرين، يعني مش زي السكر، مش زي الضغط. وكمان في مصر اخر دراسه بتقول ان احنا مش واصلين حتى لنص في المية، يعني كل 200 في واحد بيجيله. هو ايه اللي بيجيب مرض الروماتويد، وهل هو فعلا خطير ومزمن؟ الحقيقه اللي بيجيب مرض الروماتويد اصبح عندنا نظريه سائده، وكلمه نظريه مش معناها ان احنا مش عارفين على وجه الدقه، لا، في ثوابت كتير قوي. نظريه غير كلمه فرضيه. فرضيه معناها انا بفترض شيء ما عنديش دلائل عليه، انما نظريه اشياء بتحصل او احداث بنجمعها ورا بعض في دلائل عليها. انما معرفه السبب على وجه القطع لسه ما وصلناش للسبب الاساسي للروماتويد. ايه النظريه دي؟ عندنا مريض اتولد باستعداد في الجينات بتاعته، وبنقول جينات مش جين واحد، صحيح في جين واحد مشهور اللي هو الشيرد ايبيتوب، انما ممكن جدا يبقى في اكتر من جين. ومش شرط على فكره يكون واخده من الوالد والوالده، لانه بيحصل طفرات جينيه اثناء تخليق الجنين. وبالتالي مريض عنده استعداد ماشي في الحياه، وهو في الحياه دي في حاجات بتحصل له تشغل هذا الجين علشان يبدا يهيج جهاز المناعه ويهاجم المفاصل. ايه الحاجات اللي مشهوره ومتاكدين منها؟ اهمها التدخين، وانا بعيد تاني، التدخين ثم التدخين ثم التدخين. نمرة 2، التلوث اللي احنا عايشين فيه. 3، نمط الحياة الغذائي الخاطئ اللي كله أغذية معتمدة على الأغذية بتاعت الشارع والحاجات دي كلها، ودهون وملح كتير. 4، إن يكون حصل فيروسات متكررة زي العدوى المتكررة مثلا بالإنفلونزا أو بالفيروسات الجديدة من ضمنها الكوفيد. وكمان الهرمونات الانثويه بالذات، والهرمونات اللي حوالين فتره الحمل والولاده، عشان كده كتير قوي بينشط بعد الولاده على طول وبعد ما نبدا الرضاعه. وعلشان كده بنقول مش اي حد عنده حد في العيله عنده روماتويد يفضل مستني ان هيجيله روماتويد. يعرف الاعراض، واذا حصل اعراض يروح للدكتور في اسرع وقت، ويروح لدكتور روماتيزم. الحاجه التانية، نحاول نوقف كل حاجه بتهيج المناعه. وحاجة خليتها لوحدها عشان أقولها بوضوح جدا، الحقيقة يعني الاسترس، توتر، هو الرافد الأكبر في المرضى المصريين من تجربتي أنا الشخصية مع جميع المرضى اللي أدت لبداية الروماتويد. يبدأ مع مجهود نفسي، هم كتير، خوف على العيال كتير أزيد من اللازم، توتر شديد في الشغل، حياة اجتماعية مش مظبوطة، بعد انفصال، بعد وفاة حد عزيز. كتير قوي من المرضى بيبدأ معاهم كده. عشان كده لازم ناخد بالنا ان انفعالاتنا والتوتر بتاعنا يبقى في اقل قدر او في القدر الامن.
ليه يا دكتور الحالات بتتأخر على ما تيجي لدكتور روماتيزم؟ ده راجع لمشكلتين. المشكلة الأولى قلة الوعي بإن في تخصص أصلا اسمه روماتيزم، وإن في كمان مرض اسمه روماتويد، وبالتالي الأعراض بتتعالج لسنين على إن هي التهاب مفاصل، على إن هي التهاب أعصاب، على إن هي عمود فقري، نروح لدكتور أعصاب، نروح لدكتور باطني، نروح لدكتور عظام، ونقعد نبدل في مسكنات لفترة طويلة. الجزء الثاني المهم جدا هو احيانا قله وعي التخصصات الطبيه الاخرى بمرض الروماتويد، وان في تخصص من الروماتيزم لازم يتحول له الحاله بدري. عشان كده بقول لو اي وجع في المفاصل ومعاه حاجه من الاعراض اللي هقولها دي، لازم نتوجه احنا من تلقاء نفسنا لدكتور روماتيزم. معاه حراره، حاله ارهاق عامه، تيبس صباحي، ورم في المفاصل، الم في مختلف انحاء الجسم، اكتر من جهاز في الجسم فيه مشاكل، طفح جلدي ما اناش قادر افسره، مشاكل في العين، مشاكل في القولون، مشاكل في الرئة، قصر نفس، تحاليل ملخبطة، افضل ناخد رأي دكتور مناعة. واكتر تخصصات ممكن تحول لدكتور الروماتيزم والمناعة دكتور الاعصاب، دكتور الباطني، ودكتور العظام. هل فعلا يا دكتور الروماتويد مرض وراثي ولازم المريضة ما تحملش ولا تخلف؟ الحقيقة لا، هو زي ما قلت قبل كده انه مش مرض وراثي بالضرورة. يعني اذا قلنا ان هو 1 كل 100، وجود حد من العيلة عنده روماتويد بيزود فرص الموضوع ده الى 3 ل 4% فقط، ففي فرصة 96 97% ما يحصلش. وبالتالي نصيحتنا دايما ان اللي عندها روماتويد ما تقلقش على اولادها ان يحصل لهم، هي عارفة الاعراض، بس تبعدهم عن الحاجات اللي بتنشط المناعة. يبقى في اكل صحي، نبعد عن التوتر، نعتني بالاسنان ونغسلها بالفرشه والمعجون 3 مرات، نحاول ان احنا نديهم التطعيمات الموسميه بتاعتهم عشان ما يجيلهمش عدوى بكتيريه او فيروسيه، وبالتالي باذن الله ما يحصلش. موضوع الخلفه والحمل، لا الحقيقه 90، مش عايز اقول 99% من مرضى الروماتويد ممكن يحملوا عادي، انما بعد الترتيب مع دكتور الروماتيزم ودكتور النساء للاسباب الاتيه. اولها انه في ادويه معينه لازم نوقفها قبل الحمل ب3 شهور عشان ممكن تعمل تشوهات في الاجنه. 2، ان في تحليلات معينه لازم نعملها علشان نتاكد ان مفيش مشاكل هتحصل في الحمل لها علاقه بالمشيمه او لها علاقه بقلب الجنين. 3، لانه التوصيات العلميه بتقول ان احنا يعدي 6 شهور المرض نايم واصل لنشاط خفيف علشان المرض ما ينشطش غالبا اثناء الحمل. 4، لأنه في أدوية معينة ممكن تتاخد عشان نمنع النشاط أثناء الحمل. 5، بيبقى في متابعات معينة لبعض التحاليل أثناء الحمل بنطلبها مع دكتور النساء علشان نتابع الحمل. وبالتالي كل مريضة روماتويد تحمل عادي، وممكن تعمل أي وسيلة للحمل حتى بالمساعدات زي الاي في اف وزي الحقن المجهري وزي الحاجات دي، لكن بعد الترتيب مع دكتور المناعة والروماتيزم ودكتور النساء. ليه سمعة أدوية الروماتويد أو العلاجات بتاعته مش كويسة يا دكتور؟ الحقيقة مش كل حاجة سمعتها وحشة هي فعلا وحشة. السمعة الوحشة جاية منين؟ جاية لأن في دايما أنصاف معلومات بتتقال للناس. على سبيل المثال إن كل مرضى الروماتويد لازم ياخدوا كورتيزون، وكورتيزون لفترات طويلة. الكلام ده خطأ تماما. الكورتيزون بنستخدمه لفترات قصيرة، إلا في حالات نادرة اللي كل الأدوية مش جايبة نتيجة بنستخدم جرعات صغيرة أقل من 5 مللي لفترات طويلة. نمرة 2، ان الادويه المنظمه للمناعه او المثبطه للمناعه اللي بنستخدمها هي بتنزل المناعه جامد، لا هي بتشتغل على الجزء النشط من المناعه. الادويه التقليديه والموجهه والبيولوجيه بيشتغلوا على الجزء النشط من المناعه. ولو كانت بتثبط المناعه ككل، اولا ما كناش عملنا تحاليل قبل ما نديها واثناء ما احنا بنديها لمتابعه المناعه، وكنا عايشنا المريض في عزله عن الناس لانه هيلقط اي ميكروب بسهوله، وده ما بيحصلش. 3، انه للاسف في ناس كتيره قوي عايزه تبعد الناس عن طريقه العلاج الصح لمصالح خاصه بيهم، يا اما تجاربهم الشخصيه مع الادويه قبل كده ما كانتش كويسه، او اتصالهم بالدكتور المعالج كان فيه مشكله وبالتالي الخوف خلاهم يوقفوا الادويه بدون ما يستفيدوا منها، او حصل لهم اعراض جانبيه، او جزء كمان عايز يوجه المرضى ان هم ما ياخدوش ادويه خالص. وده بقى ترند الحقيقه خطر جدا جدا جدا، ومن وجهة نظري انه خطأ شرعي كمان، لان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا تداووا عباد الله فإن الله لم يجعل داء إلا جعل له دواء. فعل أمر
لازم تاخد بالاسباب ولازم تاخد الدواء وتتوكل على الله قبل كده وبعد كده. انما ان حد يقول للناس ان في علاج بعشب معين او في علاج بمرهم معين او بوسيله علاج معينه او بتعديلات في نمط الحياه بدون ادويه، هذا خطأ كبير جدا جدا جدا، وبيضيع علينا وبنشوفها كل يوم في عياداتنا فرص علاج للمرضى، وللأسف بيحصل تآكل في بعض المفاصل على ما المريض يجي لنا. عشان كده نصيحتي هنغير في نمط الحياة، ده يمثل 30 ل 40% من الخطة العلاجية. هنحسن نفسيتنا، يمثل 10 20% من الخطة العلاجية. انما الأدوية على الأقل 50% من العلاج. وبالتالي مهم قوي ان احنا نوعي الناس بحقائق الأدوية، وده اللي احنا بنعمله في سلسلة دمتم سالمين، سواء على الفيسبوك او في اليوتيوب او على الانستجرام او في كل الوسائل الأخرى. الحاجة التانية، لو حصل أي مشكلة تواصل يا أخي مع الدكتور بتاعك. احنا الحمد لله فاتحين قنوات اتصال يعني مستمرة مع المرضى بتوعنا، بيبعتوا لنا بشكل يومي، بنرد تاني يوم بالكتير. وبالتالي مهم قوي انكم ما تخافوش من الأدوية، خافوا من المرض. المرض أشد بكتير من أي أعراض جانبية انتوا خايفين منها من الأدوية. عايزين نعرف يا دكتور ايه علاقة الروماتويد بالحالة النفسية للمريض؟ علاقة الروماتويد بالحالة النفسية للمريض علاقة وثيقة جدا. الحالة النفسية السيئة هي اللي بتبدأ الروماتويد، والروماتويد لما بيجي بيزود كمان الحالة النفسية سوءا، لأنه في ألم شديد جدا، والمريض بيخش جروبات دي للأسف في أوقات كتير قوي ما بتبقاش جروبات دعم قد ما بتبقى جروبات تخوف المريض زيادة، وللأسف يبدأ المريض يخاف زيادة وحالته النفسية تبقى أسوأ. ولو ما فيش الدعم الكافي من الناس اللي حواليه، من الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الأولاد، بيضيف ده كمان للحالة النفسية سوءا. وكمان ان الام ما تبقاش قادرة تعمل الحاجات اللي وراها، او الراجل مش قادر ينزل شغله، بيسوء حالته النفسية. نظرة الناس ليه، وساعات الطريقة الخاطئة في التعامل او في ابداء الانفعال مع اعراض المريض بتأثر عليه نفسيا. يوم ده يزود نشاط المرض، يوم المريض يروح يدخن، يوم المريض يروح يدور على وسائل علاج يصرف فيها فلوس وما يروحش للدكاترة، يقوم المريض يبقى أسوأ وحالته النفسية تسوء، ونفضل في الدائرة المغلقة دي. حالة نفسية سيئة أدت إلى نشاط مرض، نشاط المرض أدى إلى حالة نفسية سيئة. لو المريض والدكتور بتاعه، وأنا هنا بأكد على زمايلنا الصغيرين من الدكاترة، طبعا أساتذتنا الكبار كلهم بيقوموا بده في الغالب، يشتغل على الحالة النفسية للمريض مهم جدا جدا جدا. وهتلاقوا دايما في الفيديوهات بتاعتنا ان احنا بنقول وسائل وطرق عشان تقلل التوتر في حياتك وتحسن من حالتك النفسية. ومهم احيانا حتى استخدام بعض الادوية اللي تحسن النفسية في الخطة العلاجية علشان نخرج من المحنة دي. فعشان كده لازم اولا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، 2 الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاستعانة بأهل العلم وأهل الذكر في هذا الموضوع، اللي هو الدكتور المعالج، دكتور النفسية، وأحيانا أخصائي النفسي كمان. الاستعانة بالرياضة لأنها بتحسن الحالة النفسية جدا، وإن احنا نتكلم مع الدكتور في كل مخاوفنا ونسأل كل الأسئلة اللي ممكن تخلي حالتنا النفسية وحشة، عشان تحسن الحالة النفسية مهم جدا 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 لنجاح أي خطة علاجية. هل ممكن يا دكتور الروماتويد يتم الشفاء منه؟ الشفاء بمعنى ان احنا نحسن الحالة بنقدر نعمله في 9 من كل 10 اذا توفرت هذه الشروط. دكتور روماتيزم هو اللي بيعالج الحالة، 2 بيتبع الوسائل المضبوطة في متابعة الحالة من الكشف والتحاليل والأشعات، 3 إذا توفرت الحالة الاقتصادية اللي متمنعناش من استخدام الأدوية الغالية إذا احتاجناها، 4 إذا المريض غير من نمط حياته، قلل التوتر، وقف التدخين، دخل الرياضة، استعان بالعيلة وبالناس اللي حواليه، وبدأنا نحسن كل جوانب المرض. بنحسن 9 من كل 10، وده نوع من الشفاء على فكرة، اسمه شفاء سيطرة على المرض، عشان ما يحصلش مضاعفات للمرض على المدى الطويل، ولا على الحالة النفسية بتاعة المريض، ولا على الحالة الوظيفية بتاعة المريض. شفاء انه يروح بيحصل برضه الحقيقة يعني، بس بيحصل في ندرة المرضى. ليه؟ لأن معظم المرضى ما بيعملوش اللي قلنا عليه ده، ما بيلتزمش بعلاجه، مش قادرين نديله العلاج المناسب ليه عشان التكاليف بتاعته، المريض ما غيرش من نمط حياته بالحاجات اللي احنا قلناها علشان الحالة تهدى، لأن احنا بنتكلم على جهاز مناعة أي حاجة بتأثر فيه. وبالتالي في حالات بنوقف لها الأدوية خالص، بس ده قرار مشترك ما بين المريض والدكتور. اوعوا عيان حتى مهما تحسن يوقف العلاج لوحده
عشان ده ممكن يؤدي لمخاطر في ان المرض ينشر بعد كده ويمتد للاسف لاعضاء مهمه زي الرئتين والقلب. ممكن حضرتك تقول لنا ازاي بتشخص مريض الروماتويد؟ ده سر المهنه. الحقيقه مش سر مهنه ولا حاجه. معظم دكاتره الروماتويد واخدين التدريب الكافي ومتبعين القواعد في التشخيص المتفق عليها في العالم كله، وهي ان يكون عدى على الاعراض فتره معينه تصل الى 6 اسابيع، ان نلاقي بالكشف ان في التهاب في المفاصل، سواء المفاصل الكبيره او المفاصل الصغيره، بفضل طبعا المفاصل الصغيره يكون اكتر من 3 مفاصل. التحاليل مش شرط خالص انها تكون ايجابيه، بتبقى سلبيه في 40% من المرضى. معامل الروماتويد والسي سي بي والاي ان اي كمان ممكن يبقوا سلبيين في 40% من المرضى. وسرعات الترسيب والسي ار بي ممكن تبقى طبيعيه في 10 ل 20% من المرضى. وبنستخدم الاشعات في حالات نادره اذا ما قدرناش بالكشف الاكلينيكي ان احنا نتاكد 100% ان في التهاب في المفاصل. فالتشخيص عباره عن بازل، بنجمع مجموعه حاجات اهمها الكشف الاكلينيكي والتاريخ المرضي، ونسمع للمريض كويس. نصيحتي للدكاتره الصغيرين، اسمعوا المريض كويس قوي. المريض ممكن يديك كلو للتشخيص قبل ما تقوم حتى تكشف عليه. واعتنوا جدا بالكشف على كل المفاصل، واعتنوا بالاسئله اللي تتعلق باجهزه الجسم المختلفه، ما تعتمدش بس على شكوى المفاصل. وبعدين اعمل التحاليل، وبعدين احتجت اشعه اعملها. انما التشخيص بيتم غالبا في العياده قبل ما تطلب اي تحاليل او اي اشعات، وبنصنف نوع الروماتويد بالاشعات والتحاليل. فالتشخيص اكلينيكي بحت. محدش يروح يعمل سونار عشان يشخص روماتويد من لوحده او مع دكتور تخصصه مش روماتيزم. محدش يروح يعمل التحاليل لوحده عشان يطمن ويقول انها بقت سلبيه يبقى ما عنديش روماتويد. محدش يكشف عند دكتور روماتيزم واثنين وثلاثة. ساعات بنختلف طبعا، لان في انواع من الروماتويد بتبقى متردده، او انواع من الروماتويد بتروح وتيجي، او بيبقى المريض تحت السيطره ودكتور تاني يكشف عليه يقول له انت ما عندكش من البدايه عشان تحل سلبيه. بنختلف، مش بنقول ان احنا بنتفق في كل الحالات، بس مش دي القاعده. القاعده ان بنبقى الحاله واضحه بالنسبه لنا، فتابع مع الدكتور بتاعك وارجع له مره واثنين وثلاثه علشان ناكد التشخيص ونعرف نتابع الحاله كويس. ممكن تقول لنا يا دكتور ايه هي طرق العلاج اللي بتستخدموها في علاج الروماتويد؟ 5 مبادئ عامه. الحاجه الاولى ان التشخيص اكلينيكي. 2 ان القرار بتاع العلاجات كلها مشترك ما بين الدكتور والمريض. يعني عمري ما هضغط على المريض في علاج معين الا بعد ما نشرح فوائده ونشرح لو ما خدوش ايه اللي هيحصل. مهم جدا ان احنا نبقى دارسين الكوموربيديتيز او المشاكل الطبيه الاخرى بتاعه المريض عشان ما نديش حاجه نصلح بيها حاجه ونبوظ بيها حاجه. ومهم جدا ان اللايف ستايل مهم جدا جدا جدا، والبيشنت اديوكيشن احنا نعلم المريض عن مرضه ايه. عشان ده مهم جدا في العلاج. نيجي للأدوية. الأدوية بتنقسم إلى 3 مجموعات كبار. مجموعة العلاج التقليدي، ميثوتريكسيت، الليفلونامايد، الهيدروكين أو البلاكونيل، الكورتيزون والسلازوبيرين. مجموعة العلاج الموجه اللي هي الأدوية الحديثة بتاعة الروماتويد زي الريمفوك، زي الأولوميونت، زي الزيلجانس، وبدايلها المصري الإكسيلينس أو الباراسيميانت أو الباريتافا أو الأندوماتويد. كل دي بدايل لعيلة واحدة اسمها علاج موجه. او علاجات البيولوجيه، ودول كذا عيله: مضادات التي ان اف، مضادات انترليوكين 1، مضادات انترليوكين 6، مضادات الخليه تي، مضادات الخليه بي، واقعد اعدلكم كتير قوي. ودول في البايب لاين او في ماسوره ان شاء الله علاجات الروماتويد ادويه كتير قوي. عاده بنبتدي بالادويه التقليديه بتحسن 60%، مع تعديل نمط الحياه. لازم نبطل تدخين، لازم نلعب رياضه، لازم نقلل التوتر في حياتنا، لازم دعم أسري، ننام كويس، ناكل كويس، نبعد عن الملح والدهون، ناخد المكملات الغذائية المتفق عليها فيتامين د وأوميجا 3، وإذا الدكتور هيزود أي حاجة تانية أو هناخد أي حاجة تانية بعد الرجوع ليه من المكملات الغذائية مفيش فيها مشكلة. بالإضافة إلى الرياضة، نص ساعة مشي يوميا، والأدوية. الأدوية التقليدية ما جابتش نتيجة، نخش على الأدوية الموجهة لأنها أقل سعرا في مصر، مش عشان هي اكثر كفاءة ولا حاجة. او الادوية البيولوجية في بعض الحالات اللي ما ينفعش نستخدم فيها العلاج الموجه، او ان الحالة محتاجة نوع معين من الادوية لوجود مشكلة في القولون، مشكلة في العين، مشكلة في الرئة، مشكلة في لا قدر الله عندهم ليمفوما قبل كده. وبالتالي بنحدد نوع العلاج البيولوجي على حسب الحالة العامة بتاعة المريض. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا.
واستفدنا جدا من المعلومات اللي قلتها.